السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل النوتيلا أو بديل النوتيلا أو الشوكولاتة قابلة للدهن بطريقة اقتصادية بسيطة جدا، هتعجبكم وتعجبوا لكم. معايا نص كوباية من السكر البودرة، وعليها كمان نص فنجان من لبن البودرة. ولو عندك معلقة كريم شانتيه حطيها، يعني هي بصي مش ضروري عشان نخليها اقتصادية، لو مش عندك ما تحطهاش. معلقتين من الكاكاو. حاجات بسيطة وسهلة. النوتيلا سعرها غالي جدا، فاحنا هنعمل بديل لها حلو قوي كده وعيلنا يحبوه. هنخلط المكونات معانا كلها حلو قوي. معايا بقى ظرف فانيليا، عايزة تحطيه بتحبي ريحة الفانيليا حطيها. معاه مكون بقى كلنا بنحبه وعادي جدا، اي بسكوت شي بتحبيه افرميه في الكبة وافرميه ناعم في الكبة. زي ما انت شايفين كده طلعت معايا حوالي برضو نص كوباية او فنجان. المكونات كلها هخلطها مع بعض في قلب الخلاط عادي جدا. انا السكر كان مطحون او مش مطحون عادي، انت كده كده هتدوبيه في الخلاط. معايا بقى معلقه من الزبده، ومعايا كمان نص كوبايه من الميه المغليه، ميه سخنه، عشان المكونات تسيب من بعضها كده تعرفي تضربها في الخلاط. وهنزل بقى بربع كوبايه من الزيت. عايزه تعملها كلها بزبده عادي. كان عندي بقى ما هيش مقاطعه ولا حاجه، بس انا كان عندي كريم كراميل، كابتشينو بطعم الكريم كراميل، يعني هو كان موجود عندي بصراحة، ما رحت اشتريته مخصوص، حطيته عشان يدي نكهة بس. ده ممكن تستغنى عنه. اضربي في الخلاط بقى، الخلاط هيبقى يدوب لك الحاجة. اضربي وافصلي، اضربي وافصلي. هي تقلت اصلا من غير ما تتحط في التلاجة. زي ما انتوا شايفين عملت كمية حلوة. وهي بقى اللي هي طبعا للأمانة مش زي النوتيلا الأصلية. النوتيلا الأصلية بقى فيها لبن مكثف وبندق، وإن شاء الله ربنا يسهل لما المكونات تتوفر هنعملها برضه. طعمها عامل زي الايس كريم او البسكوت بالشوكولاته. طعمها حلو بصراحه، بصراحه طعمها حلو. وتحطها على السندوتشات لولادك وهتبقى جميله قوي. دي بديل النوتيلا، يعني هي حاجه حلوه وبسيطه وسهله وانت ممكن تعمليها. وممكن لو ما عندكيش اي مكون منهم ممكن تستغنى عنه عادي. عندك هتحطها بقى على السندوتش، هتحطها على التوست. زي ما انتوا شايفين بتدهن زي الفل زيت. بصراحه طعمها حلو بالنسبه ليا، نتيجة مرضية. بس طبعا مش هقول لكم هي زي طعم النوتيلا اللي انتوا بتشتروها من بره. هي اكنكم تاكلوا ايس كريم بالشوكولاته او بسكوت بالشوكولاته. حاجه بسيطه وسهله وهتفرحي بها ولادك. وجربيها واعمليها. يعني هو فيديو بسيط وسهل، وامكانياته ان شاء الله تكون موجوده عندكم كلكم. استودعكم رعايه الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله.